اولا كده خلينا نبقى متفقين ان الكشري ما بيتعملش في حله واحده، لازم كل حاجه لوحدها وعشان كل حاجه تاخد حقها. جبت ربع كيلو من العدس بجبه، غسلته كويس، رفعته على النار مع ميه، هسيبه يستوي خالص على جنب كده، هسيبه. وبعدين هنزل عندي بكم بصلايه كده متقطعين في الكبة ومتقطعين تقطيعة خشنة كده مش ناعمة قوي. انا ضربتهم ضربتين اتنين بس في الكبة بقوا معايا بالشكل ده. هفضل احمر فيهم لحد ما يدوني اللون الذهبي القمر اللي احنا بنشوفه في المحلات بره. هصفيه خالص من الزيت بتاعه وهركنه على جنب، نطلعه على مصفى مش على مناديل ولا على ورق علشان يبقى مقرمش معانا. في نفس زيت البصل نزلت بكوبايه من الشعريه، اقلب فيها لحد ما تبقى لونها ذهبي جميل كده. انزل بكميه الرز اللي انا محتاجاها للكشري بتاعي. هقلب الرز مع الشعرية علشان بس يسخن بس مع الشعرية وياخد الاتنين يمكسوا بعد كده. بعدين احط عليهم الملح، شوية كمون، وشوية من الفلفل الأسود، وطبعا عندي مية بتغلي هحطها عليهم. لكن بعد ما أقلب الرز كويس قوي مع البهارات بتاعته، البهارات دي حلوة قوي في الخطوة بتاعة الرز دي، بتفرق جدا جدا في طعم الكشري معايا. هضيف بعد كده المية المغلية بتاعتي، مش قوي يعني، يا دوب تغطي لي الرز كده من فوق بشوية. وبعدين هقلبه واسيبه على نار متوسطة لحد ما يشرب كل المية خالص. شرب المية هوطي عليه شمعة وهديله تقليبة، وهسيبه يستوي بقى مع نفسه خالص. مش هاجي جنبه، ما تقلبيهوش تاني، انت قلبتيه مره خلاص. بنعمل كده في اي رز. على ما الرز يستوي هنعمل معانا بقى مع بعض الصلصه. جبت زيت، كام فص من الثوم حمرتهم. بعد ما اتحمر ده اللون دهبي كده، طشيت عليه خل وشويه قوطه كده متصفيه من القشر، ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون. هقلب كل الدنيا دي مع بعضها، وهغطيها واسيبها تغلي شويه كده لحد ما تتسبك معايا وتبقى معايا صلصه تقيله كده احطها على الكشري زي بتاعه المحلات. تيجي بقى نعمل الدقه. جبنا طاسه حطينا فيها شويه من الزيت وكام فص من الثوم. والدقه عندي انا بعملها على السخن مش على البارد، لحد ما الثوم يطلع ريحه بس مش عايزاه ياخد لون. هطش عليه شويه من الخل يغلي غلوه، هحط عليه شويه من الملح الابيض وشويه من الميه، مش كتير ميه ومش كتير بهارات علشان الدقه عندك ما يبقاش لونها غامق. خلاص غليت شويه هركنها على جنب بقى ونعمل الشطه بتاعتنا. جبت معلقتين صلصه، معلقه هريسه شطه، ودي شطه اهدى بكتير من اللي هي بتبقى على النار ونسخن لها الزيت. وحطيت كمان شويه شطه باودر. الرز عندي استوى، نزلت عليه بقى بنوعين اتنين من المكرونه، وبعدين عليهم العدس بجبه اللي احنا سلقناه في اول الفيديو خالص. هحط على الدنيا دي كلها، حطيت عليها كمون وفلفل اسود. وهقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. طبعا الريحه مش قادره اوصف لك قد ايه حلوه يعني. في افخم محلات الكشري بجد ريحه حلوه قوي قوي، تحفه. قولي لي بقى بتدفعي كام في الطبق ده بره؟ وكمان ما بتبقيش ضامنه نظافته. حلو قوي. وده البصل، بصي عايزه اقول لك ان البصل ده ولا عليه دقيق ولا عليه نشا، هو بس كده مضروب في الكبه ومتحمر، مدينا خرفشه كده وقرمشه. جميل قوي قوي. اعمليه في البيت، ما تشتروش من بره. الف هنا وشفا، بتمنى ان انت تجربيه. باي باي.